ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي ورسولي وشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحشتوني قوي يا حبايبي، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. تعالوا بقى النهارده شوفوا غدانا ايه. غدانا بسيط قوي، شويه رز بسمتي، شويه كفته مشويين، وحبه دقوس وحبه طحينه، كان الله بالسر عليه. انا حابه اشكر قوي كل الناس اللي دخلت واشتركت في القناه، وكل الناس اللي كتبت كومنتات وعملوا لايكات. بجد متشكره جدا جدا جدا، واتمنى ابقى عند حسن ظنكم. اتمنى تحبوني لان انا اتحب، انا عارفه الان عندي عاليه قوي. يا رب تكونوا تعجبكم وتكونوا مبسوطين معانا زي ما انا مبسوطه بيكم. والله العظيم فرحتوني قوي كل الناس اللي بتدخل، اي حد بيخش يشترك او بيعمل لايك او بيعمل كومنت، بجد في قمه سعادتي. ميرسي قوي ليكم. يلا نخش نشوف الوصفه. ومعايا بقى كوباية بورغل كده، غسلتها كويس ونقعتها كده ساعة. بعد ما نقعتها كده صفيتها كويس. بصوا انا لما ببقى مستعجلة بصراحة بحطها في مية سخنة ربع ساعة، بتبقى خلاص كبرت كده وشربت المية وبقت جميلة. فعلى حسب انت، لو مستعجلة اعمليها زي ما انا أو احيانا بعملها بالمية السخنة. لو مش مستعجلة خالص خلاص يبقى هو كده سيبيها ساعة، نص، اقل حاجة نص ساعة، مينفعش اقل من كده بصراحة. جيت بقى بعد ساعة صفيته، حطيت عليه ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وبهارات كفتة وبابريكا. بصوا انا بتبله لان بحس ان هو لو مش بيتبل مش بيبقى ليه طعم كده، مش عارفة ليه بحب اتبله. هضربه كده جامد لحد ما يبقى مفروم زي ما انتوا شايفين كده، بضربه جامد. هنزل بقى عليه باللحمة. بصوا انا هنزل واضرب وانزل واضرب كده لحد ما احس ان هو كده كفاية خلاص. الخليط كله دخل في بعضه، مش بقت حتة لحمة وشوية برغل، لا بقت حتة كفتة على بعضها. بس انزل كده واضرب واحط على حد ما انا شايفة ان هو كده خلاص. هو كده بالنسبة لي كان خلاص. هتشوفوا ان دلوقتي ده وانا بطلعه تحس ان هو عمل خيوط كده. اول ما يعمل خيوط كده تعرفوا ان هو خلاص كده فك من بعضه ودخل في بعضه. وانسكت الكفتة كده بقت انسكت اللحمة بقت جميلة. حبيبي متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله. بصوا انا دقتها بقى ولقيت عايزه ملح فحطيت حبه كمان. كان المفروض ادوقها وهي لسه في الكب، بس مش مهم يعني عادي. هبدا بقى اسيخها كده معاكم. جبت سيخ كده وفي الطبق ده فيه شويه ميه او حبه زيت على حسب، بس ما كانش عندي في وقتها زيت. فحبه ميه كده ورحت زي ما انتوا شايفين كده سيختها. بصوا هي ولا بتقع من على السيخ ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفينها كده اهو. مجرلاش اي حاجه، بجد جربوا الطريقه دي وهتتبسطوا بيها قوي. في ناس بتحط فول صويا، في ناس بتحط لحمه، بس كل واحد ومقدورته. بس انا بصراحه ما بحبش تعمل فول الصويا مش بجيبه، فالبرغل احلى وافيد كمان. لو انت مقدورتك تعمليها لحمه بس تعمليها عادي انت ومقدورتك. انا بصراحه بعملها دايما بلحمه وبرغل، يا اما بجيبها جاهزه من عند الحاتي وانا اعملها في البيت احيانا يعني مش دايما. بصوا انا بصبعها كده كويس. انا لما كانت بقى عندي كفته فكنت بكمل السيخ لحد الاخر عشان ما عنديش سيخ تاني، هما اللي عندي ستة بس. بصوا انا شلت كده وحطيت ميه في الصينيه عشان الصينيه ما تحرقش مني لاني هدخلها الفرن. وكمان الكفته تبقى طريه، لما الميه كده بخار الميه يطلع عليها تفضل طريه كده وهشه كده وجميله. بصوا بقى انا حطيتها بقى كده على الشبكه، جبت حله حطيت فيها شويه زيت على شويه سمنه. وهنزل بقى عليهم بالرز البسمتي، نزلت عليهم بكوبايه شوحها كده كويس قوي. زي ما انتوا شايفين كده لازم اشوحها كويس. طلعوا النبي حبيبي متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله. بص بقى حطيت عليها ضعفها ميه يعني كل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوبايه بتاخد كوبايتين. مكانش عندي قرفه خشب فحطيت قرفه بودر وشويه كمون وشويه فلفل وبس. وسبع بهارات. شاطر يا بنتي، ايش 7 بهارات. بص بقى انا عايزاه انا هلونه. فانا جبت لون طعام احمر وده بودرة زعفران الاصفر. نقطة مية، انا كان ممكن احطهم بالمعلقة كده بس بحب ادوبهم الاول. نقطة مية كده عليهم. هنزل بقى كده خلاص الرز كده استوى قدامكم. هنزل عليه بقى كده باللون في جنب واللون التاني في جنب، ومش هقلب غير الجنب ده بس. هو خلاص كده استوى، انا ممكن اقفل عليه بس انا هسيبه شوية. هعمل بقى معاكم شوية طحينة.
دي شوية طحينة خام، حطيت عليها شوية خل واقلبها كده هتلاقيها مسكت في بعضها، ده عادي جدا. هننزل عليهم بقى بتوم وشوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة، ونزود بقى مية ونقلب بقى لحد ما توصل للقوام اللي انتوا عايزينه. بتحبوه تقيل بتحبوه خفيف، انتوا ومزاجكم او انتوا وكيفكم يعني. انا بحب فيها الخل كتير فزودت حبة خل تاني. معايا عود بقدونس كده هقوم مقطعه فيها كده دلوقتي. وخلاص نيجي بقى للدقوس. انا احلى حاجة بحبها هي الدقوس بصراحة. بصوا بقى كده، انا حطيت طماطم وشوية خل وتوم ودي بقدونس وشوية شطة وكمان هريسة شطة وليمون. هضربهم كده في الكب كده افرمهم، مش هخليهم مطحونين، مفرومين بس. خلاص كده نزلوا. بصوا بيبقى فيها قطعة كده بتبقى جميلة، بتبقى حامية مشطشطة مع الرز دي. عندي كده حبة زبيب صغيرين، هنزل بشوية زيت في الطاسة وهنزل بيه الزبيب. بصوا الكفتة اهي استوت قدامكم. طبعا هي قبل ما اجي احط الاكل هتكون بردت، لان الرز كان اسمه ايه، الرز في الوقت ده ما كانش لسه استوى. بصوا بقى الرز ما شاء الله نظر، كل رزايه مخصمختها والوانه جميل والعيال بيحبوه، بنتي قعدت تنقي اللون الاحمر. كده نبقى خلصنا يا حبايبي. بس هوريكم بس الكفته قبل ما اقفل. بصوا الكفته جميله جميله بجد، كانك مشتريها من بره. الرز شكله جميل وكل رزايه مخصمختها، الاحمر والاصفر والابيض عاملين شغل جامد. بس بقى الكفته بقى هطلعها من على السياخ واحطها. بس افتح واحده دلوقتي اوريها لكم من جوه، تلاقوها جميله كده وطريه وجوسي. مش عارفه، بص بوري في حته تانية، انا وريت حته تانية مش انتوا. كده يا حبايبي نبقى خلصنا. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. بحبكم قوي 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 قوي، اتمنى انتوا كمان تحبوني وابقى لطيفه كده على قلوبكم خفيفه. وعايزه اقول لكم باي باي، بس لسه فاضل لي حته صغيره في الفيديو. بس بقى انا نزلت عليه بالزبيب كمان، كنت هنسى الزبيب، شفتوا؟ نزلت عليه بالزبيب كده. وخلصنا وباي باي.